قصر الكبابجي انا بشوف حاجات في قصر الكبابجي كمية عشوائية وعبث، عارف العبث، عبث بالسين. بشوفها في قصر الكبابجي مش طبيعية. فانا قلت يلا قصر الكبابجي يلا. يا كرش العزيز سلاما عليك. يا دوبك والله، يعني يا دوبك. بس هو شغال يعمل نو 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 ما تكفيش دي ما تكفيش حاجه. ده انا يا دوب بفطر 30 بيضه على الصبح. ده انت جايب لي ديك رومي؟ هات لي 3 ديك رومي. انك معاي اقول لك على حاجه ودي تزعل. انا مش عارف ليه غيروا الاغنيه بتاعته بتاعت شيويز دب 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 يس يس يس. بس اعتقد يعني ان هي على كوبي رايت فهم غيروها. برضه قلت عليه هنا من زيزو. نجم تركيا الفنان الكبير شيبيدي دب 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 يس 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 شيبيدي. قصر الكبابجي ملوخية مهدي هتلاقي محشي وتلاقي حمام، هاتلي بدوي الفرخة مشوي وتلاقي سلطات وحلويات، كفتة وطرب وشيش وبط لم الصحاب وهات الأحباب، في أي وقت ولو اتخنقت قصر الكبابجي للمشويات. قصر الكبابجي بص الراجل اللي ماسك الطبلة تحسه اللي هو ايه، انا قاعد مركز كمية تركيز. انا لو ركزتها في الامتحان بتاعي انا كان زماني طالع الاول على الدفعة، على الدفعة طالع الاول على العالم. ملوخية مهدي هتلاقي. وفي واحد في الكومنتات اسمه بودة محمد فيقول لها اللحن مش غريب عليا يا فنانة. انا متأكد ان بودة محمد ده مغني وهي عامل لحن، عامل مهرجان بالاغنية دي بالظبط. انا ولا الشت. قصر الكبابجي ملوخية. ايه انت علقتي إيه يا بودة؟ انت ايه ملحن؟ احنا عايزين ننزل في التعليقات من غيركم ولا حاجه. واللي مش متابعني انا استفيدته كتير. هو بتوع المهرجانات الجداد بيعملوا كده. نورنا ومشرفنا في قصر الكبابجي نجم منتخب مصر والنادي الاهلي الفولت عالي. يا جدعان يعني اتمنى الناس اللي بتطبل اللي هم بيعملوا تك 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 تك. هو يعني الراجل كان بيتكلم وما قالش الاسم اصلا وانتوا يعني ايه الاحراج ده؟ قصر الكبابجي بيتشرف بزيارة حضرتك، ولو حضرتك حابب تقول اي حاجه لقصر الكبابجي. الناس اللي بتسقف دي يعني انتوا يعني انا لو قلت ني اجيب 30,000 لايك؟ ما اعتقدش. نورنا النهارده في قصر الكبابجي الكابتن مروان عطيه نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي سقف عاليه. بالنسبة انا ما ده في ضيف تاني اهو هنشوفه دلوقتي. بس انا ما عنديش اي موقف مع مروان عطية غير كورة في دوري الابطال افريقيا. كان مذيع كده جامد فشخ، انا مش عارف اسمه ايه بس هحط لكم اللقطة. كان مروان عطية بيلعب كورة بالعرض وقال له ليه يا مروان؟ ليه عملنا لك ايه يا مروان؟ من اكوكا عطيه لعبها فين دي يا عطيه؟ ليه؟ هو احنا عملنا لك ايه يا عطيه؟ الكابتن احمد نبيل مانجا نجم النادي الاهلي ونجم الاتحاد السكندري سابقا سقف عاليه. شرفتنا ونورتنا في مطعم قصر الكبابجي. يعني طب والضيف اللي معاهم يعني ده ملوش ايه يعني؟ يعني ده يعني انت مش حاسبه؟ والله عيب يعني. حتى هو لو راجل اي كلام برضو قول اسمه يعني. انا عمال ببص في الشاشة مش متعود خالص انا اصور بالكاميرا اللي قدام. منورنا في قصر الكبابجي صاحب اكبر شنب في تاريخ السينما المصريه الفنان حسن الهلالي. بالمناسبة ده دقن مش شنب يعني. هو مفيش شنب بيطلع من هنا كده. ثانيا انا الراجل ده انا يعني ما اعرفش ان هو بيتكلم. هو تشرب حاجة يا اخ بس ده دي الجملة الوحيدة اللي سمعتها منه في حياتي اعتقد. فانا نفسي اشوفه وهو بيتكلم الصراحة يعني. حضرتك ومنور الدنيا كلها. وانا سعيد ان انا موجود في قصر الكبابجي. ملوخية ملوخية. ويحك هل تسب آلهتنا؟
يا نهار اسود يا جدعان، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، عشان حاسس الراجل ده ممكن يأذيني بجد. واحد يضحك على الفيديو، اللي ضحك على الفيديو هو هيعدي عليه في البيت. ملوخية. هو انا ممكن اعرف بس حضرتك يعني لو سمحت تقول لي الشنط اللي انت انا حاسس ان هو ماشي بندات، ماشي بكنابل هنا على اليمين وكنابل هنا على الشمال، فاهم؟ وشايل هنا سلاحين ابيض، وهو كده، هو ماشي كده عادي يعني. ده العادي بتاعه، شبه الراجل اللي طلع مع ماجد الكدواني ده، اللي طلع معاه في اللقاء، اللي شايل بشله في بقه، قال له دلوقتي حالا معاك في اللقاء، قال له بشله هنا. تعالي نشوف. حاسس اللقطه دي لو اتحط عليها التراك بتاع ابي وشيرش دن 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 ده هتبقى اشيك بكتير. سلسلة مطاعم قصر الكبابجي بتترحب وتتشرف باستقبال أوائل الثانوية العامة اللي دايما مشرفين نفسهم وأهاليهم، ولكل مجتهد نصيب. منورنا الطالب محمود محمد عبد الفتاح الأول على انا عرفت امي كانت عايزانا اطلع من الاول على الثانويه العامه. انا عرفت امي كانت عايزانا اروح قصر الكبابجي. انا غلطان ان انا ما طلعتش اوائل الثانويه العامه. انا نفسي اروح قصر الكبابجي يا جدعان. ايه مش معقول، اللاعب الكبير اللي مات في الملاعب وصحى تاني حياة من الموت، راكسن. مطاعم قصر الكبابجي بترحب بالكابتن صاحب الخبرات الكبيرة نجم نادي سيراميكا كليوباترا الكابتن محمد عنتر مين؟ محمد عنتر مين؟ اهو والله واحد زي، والله فكرت راكسن بتاع مانشستر. سيم. انا مش هكمل الفيديو عشان انا بحب الشخصيات اللي فيه. سلسلة مطاعم قصر الكبابجي بترحب بالفنان اللي دايما بيشرفنا عملاق السينما والدراما المصرية. سيبنا الطاقة دي. ايه العبث ده يعني؟ انا هكمل. ومنورنا ومشرفنا روك مصر احمد الطيب، وكمان منورنا انا. انت مين يعني؟ استنى كده، طب نبص عليه من هنا. ما اعرفوش برضه يعني. طب كده ما اعرفوش. انت مين يا ابني؟ تعرف نفسك يعني؟ منورنا ومشرفنا نجم السوشيال ميديا الفنان القادم مصطفى احمد الطيب. ده ابنه يعني ده ابنه، ده مشهور ده ولا ايه؟ ده مين ده يعني؟ ما اعرفوش. حد صادفه قبل كده في النرويج حتى يعني؟ انا ما شفتوش في اي شارع من شوارع التيك توك، ولا شفته في زاويه من زوايا اليوتيوب. قصر الكباب بتشرف بوجودكم معانا، منورين قصر الكباب. في واحد في الكومنتات بيقول فعلا مفيش اغاني دمه خفيف. هاجري with you. الواد ده حرفيا الواد ده يعني هو مش شبه محمد لا، ده هو متقمص محمد رمضان. انا محمد رمضان، هو مش شبيه محمد رمضان، لا ده محمد رمضان. هو متقمص واخد شخصية محمد رمضان ايجار 2.5 ب 350 زي البمبات بتاعت الشاذلي. سلسلة مطاعم قصر الكبابجي ترحب بكم والسادة الزوار، أهلا بكم. يعني انا مش فاهمك الصراحه يعني. انا مش يعني انت رايح قصر الكبابجي، انا لو رحت قصر الكبابجي هروح عشان اشوف الملوخيه نازله كده من فوق. انت خدت الملوخيه صبيتها انت يعني.
ليه بوظت الحلويات؟ انا مش متفرج، مش مكمل الفيديو ده. لكل قصة حكاية، ولكل حكاية سيناريو وحوار. سلسلة مطاعم قصر الكبابجي بترحب بملك القطايف واللطايف وحلويات التعليق في الدوري المصري. ايمن الكاشف. يا رب يطلع ايمن الكاشف، يا رب يا رب. ممتاز، المعلق الرياضي الكبير الكابتن ايمن الكاشف. ومشرفنا المدير الفني النادي. بالمناسبة أنا بحب أيمن الكاشف جدا 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 جدا. وأحبائي سادتي، الكورة بتبدأ من ورا لقدام، وإمام عاشور يباصيها لمحمود كهربا. أنا بحب أيمن الكاشف فشخ، كنت بقلده وأنا صغير. سلسلة مطاعم قصر الكبابجي إيه ده بقى؟ يعني اشمعنى مروان عطية مرتين يعني؟ اشمعنى يعني مروان معاه واسطة يعني؟ ابن صاحب المحل، ابن خالته صاحب المحل، ابن عمته صاحب المحل، ابن جدته صاحب المحل. قول لي انت اللي في منك في الكون كتير. بجد ما اعرفش ليه اي حد بيلعب جيم ورياضه يعني. حتى انا لما بلعب جيم برضو، بس انا ما يبانش عليا الفورمه. بس انا خلي بالك يعني، بص تحت القميص هنا في باي بنت فتاك، الله لا اوريك يا عم. اتقلع بقى، في ايه؟ بص تحت القميص هنا، بص الباي، بص التراي. معرفش ليه اي واحد بتاع جيم بتيجي عليه الكاميرا يعمل كده. اي عضله ليه يعني؟ ما عندكمش غير البوز ده؟ والرجاله عامه ما بيعملوش غير كده او كده. يا رب يتوب علينا. استنى ادخل القميص جوه البنطلون. النهارده في قصر الكبابجي نجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك سوبر زيزو الدوري المصري كابتن احمد سامي. عمي احلى تحيه، عمي ده هنا مبرو، ده مبرو. احلى تحيه للفنان الكبير، النجم العظيم، النجم المستقبلي ان شاء الله، هداف الاسطوري لنادي الزمالك وهداف المنتخب العالمي، الكابتن زيزو. عمي ده يخرب بيت جمال حلاوة ابتسامتك. زود له تقنين ملوخية، وزود له 2 ديك رومي كده، خلي الواد يرم عظم على حسابي انا في دي. اتوصل يا ابو الملوخية، لما تبصلوش كده بقرف، اضحك لو انت بتديله الملوخية. يعني بص الروقان يعني رايق وهو بيلعب كوره، ورايق في الحقيقه، مش عارف اقول عليه. نورنا في قصر الكبابجي. امشي يلا من هنا. منورنا النهارده في قصر الكبابجي النجم الكبير والمطرب الكبير، المطرب حسن شاكوش سقف عاليه. ده الاستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لو عاتل في الناس دي ان هي بتعلي بتوع المهرجانات هيقفل لهم المحل. خايف وانا بقلب كده الاقي مصطفى كامل السلام عليكم. ورا الشت ده جورج كرداحي. لا احنا لازم نبحث يا باشا. قصر الكبابجي ده حقيقي. استنى بقى، استنى. سلسلة مطاعم قصر الكبابجي بترحب بالاعلام الكبير جورج كرداحي. استاذ جورج، انا بعد اذنك عايز اتواصل مع حضرتك. استاذ جورج، انا كسبت المليون 3-4 مرات يا استاذ جورج، والفلوس ما طلعتليش من الكيسه يا استاذ جورج. ما ينفعش اللي بيحصل ده. انا ابويا وامي كانوا بيقولوا لي لو كسبت هتطلع لك المليون جنيه من الكيسه، مليون ريال سعودي. استاذ جورج، انا بنيت احلام طفولتي كلها على ان انا اكسب المليون، لازم اكسب المليون عشان اجيب لامبورجيني. استاذ جورج، هاتوا الفلوس اللي عليكم يا استاذ جورج. ما مش معقوله الصراحه. صاحب اكبر برنامج في الوطن العربي من سيربح المليون. الدنيا مزعلاك، ملوخيه قصر الكبابجي تصالحك، والمسامح كريم. والله يا استاذ جورج انت بس لو تدفع الفلوس اللي عليك والله العظيم
بقى واحد بيقول بعد الاكل الموظف الشيك يا فندم. جورج كرداحي. إيه المسابقة كريم يا راجل. يا راجل المسابقة كريم. ماشي انا ماليش دعوة. انا عايز دعوة لقصر الكبابجي. هم تقريبا قصر الكبابجي بيستضيفوا اي حد عنده فوق النص مليون فولورز، فانا وصلوا لي نص مليون فولورز عشان اروح قصر الكبابجي، عشان اروح قصر الكبابجي، عشان اروح قصر الكبابجي. وبس يا شباب القطر معدي. بس يا شباب كده الفيديو يكون خلص. بالمناسبة الفيديوهات بتاعتي مش للاطفال خالص نهائي، يعني انا مش، الفيديوهات بتاعتي مش للاطفال، قللت الادب. عشان ولاد اخويا بيتفرجوا على الفيديو سيف وساندي وبيقعدوا يقولوا لي انت غير مهذب. لا انا عمك وعمك، احترموني وخليكم كويسين معايا وما تتفرجوش على الفيديوهات بتاعتي تاني، يعني عشان بحس ان انا هيبتي بتتهز وسط الاطفال. وبالمناسبه انا اخصائي اجتماعي في مدرسه برضو، مش عايز الاطفال اللي معايا في المدرسه يتابعوا القناه بتاعتي عشان صورتي تفضل سيجما. بس كده يا شباب، اتمنى يكون عجبكم الرياكت كده، وبس اشوفكم فيديو جديد. مستر بيست نزل الفيديو دلوقتي ماشي. بس السلام عليكم.